السلام عليكم، ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ كل عام وانتم بخير. معاكم مسيف. اتمنى الفيديو ده يعجبكم وتجربوه وتقولوا لي رايكم فيه ايه. ما تنسونيش في لايك واشتراك في قناتي وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. النهارده عملت فراخ على طريقه كنتاكي، اللي هي ازاي. انا جبت وراك، تمام، سلقتها نص سلقه. بعد كده طلعتها، صفيتها من الشوربه. انا طبعا سلقتها عشان حاجتين، خدت منها الشوربه. بعد كده سلقتها عشان ما تطلعش نيه وانا بقليها. تمام يا حبايبي. ورحت جبت طلعتها، صفيتها في مصفى، صفيتها كويس جدا عشان ما يكونش فيها شوربه. جبت ربع كيلو لبن على بيضتين، تمام، وتبلتهم بكل التوابل اللي عندي. ما حطيتش بصل ولا حطيت طماطم، لبن وبيض وتوابل وواحدة ماجي وخلاص كده. وممكن كمان تستغنى عن الماجي عشان هي فيها مطرح الشوربه، تمام. ورحت تعكيها كلها في بعض وسبتها في التلاجة حوالي ساعتين. بعد كده جبت الفيجيتار، جبت الفيجيتار اللي هو الخشن، جبته ضربته خليته ناعم وحطيت عليه شوية فيجيتار حار. بعد كده حطيتها في الفيجيتار كويس جدا. بعد كده قليتها، بصوا بقت بالمنظر ده. بصوا بسم الله ما شاء الله، بس هي الكاميرا غامقه شويه. بصوا بسم الله ما شاء الله، جميله جميله جميله. بصوا عامله ازاي اهي، بصوا ناشفه جدا. بصوا سامعين؟ بصوا اهي، ولا حطيت نشا ولا حطيت اي حاجه. ويا حبايبي لو هتقلوها نيه من غير سليق، مهما عملتوا فيها، لو نقعتوها في خل، لو نقعتوها في ليمون، مش هتستوي. لان انا بعمل اللي انا بجربه الاول، يعني انا بجرب الاول بعد كده بوريكم. تمام، نجحت بوريها لكم، فشلت بنجرب حاجه تانية. تمام، وجربوها. وبرضك اللي مش بيعرف يطبخ او اللي اول مره يخش المطبخ، لو عملها وفشلت منه مش مشكله، يحاول تاني ويعملها. هي طريقتها جميله جدا وسهله. تمام يا حبايبي، وانتظروني بكل جديد وجديد مع مسيف، يوميات مسيف. واتمنى تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس وتقولوا لي رايكم في الفراخ دي ايه. السلام عليكم.